لك أن تعلم إن المستر تشابي ألونسو من بداية الموسم لعب 12 مباراة، 9 في الدوري و3 في الأبطال، ما فيش مباراتين ورا بعض لعبهم بنفس التشكيلة، وغالبا ماتش الكلاسيكو هيبقى الماتش ال 13 على التوالي إن هو يلعبه بتشكيلة مختلفة. بص يا مستر، اللي أنت عاوزه تعمله تلعب بالتشكيلة ال 13 ما يهمنيش، لو هتلعب بثلاث تشكيلات في الملعب، أهم حاجة ما تخرجش من الملعب النهاردة إلا لما تكون كسبان. أظن بعد اللي يمين يامال بيقوله ولابورتا عمال بيعمله مفيش حافز أكتر من كده. أمنية بس أتمناها إن التشكيلة بتاعتنا ما تكونش نفس التشكيلة بتاع ماتش اليوف. التسريبات كلها بتقول ان هي نفس التشكيله دي، وانا مش ماشي ورا التسريبات، وانا عارف ان انت ما بتطلعش التشكيله اللي قبل الماتش على طول، بس ما ينفعش اردا جولر وبيلينجهام يلعبوا في نفس الماتش من غير حمايه لهم في وسط الملعب، على الاقل اتنين زياده كمان في خط الوسط وراهم يحموهم. اكيد مش هوصيك على الضغط العالي، بس مش الضغط العالي اللي بغباء يعني، عشان فليك بكل سهوله ممكن يكون قايل للواد بدري بص يا بدري وهم بيضغطوا علينا عادي، مالكش دعوه انت باي حاجه، فضلي نفسك انت بس، ويوصل اللعيبه اللي بتقطع الكوره دور على بدري واديله الكوره، وبدري هيعمل علينا احلى شغل بالكره دي. اهم حاجه بس ان اللعيبه كلها تكون متحفزه وترجع الكره بسرعه. احنا لو ما كسبناش برشلونه في حالتهم ديت يبقى نقفل النادي احسن.